السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو المطلوع، كل واحد وش يسميها. المهم قبل ما نبدو خياتي، متنسوش الاشتراك والتفاعل في القناة. نبدأ على بركة الله. عندي هنايا نص كاس حليب دافي وزوز مغارف خميرة ومغرف ونص سكر. نخلط مليح هذا الخليط ونخليه يرتاح مدة 10 دقائق على الأقل. نسيت وقت لكم، مش رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام صالح الأعمال. نجيب قصعة وندير فيها 3 كيلات سميد يكون متوسط، ونزيد معاه كيلة فرينة لازم تكون مغربلة طبيعة الحال، ونزيد عليهم كمون أسود، ونخلط هذه المكونات مع بعض. هنا أجيب الخليط تاع الخميرة اللي خليته يتخمر، نضيفه للعجينة. نبدأ نضيف الماء الدافي نلم بيه العجينة. لازم الماء يكون دافي باش من بعد تطلع الخميرة. نبقى غير نضيف الماء بشوية ونلمها. بعد ما لميت العجينة ندلكها وما نزودش الماء، يعني قسما بالايدي. هاي بهذه الطريقة. ندلكها لمدة واحد ل4 دقائق 5 دقائق. حتى توليلي بالقوام هذا. من بعد نزيد زبدة، يعني حوالي مغرف زبدة، هي آخر حاجة نديرها. ونزيد نعجنها شوية بحيث ما تدخل برك في العجينة. نغطيها ونخليها تتخمر في مكان دافئ. يعني الطريقة هذه سهلة، ذلك 5 دقائق فقط. هاي ليك بعد ما خليتها ساعة. شوف العجينة كيفاش تنفخت. نزيلها بكل سهولة.
هنا درت الفرينة في الغطاء سبيسيال تاع العجينة باه ما تتلصقش. نقسمها على حسب العجينة، انا قسمت على 3. هنا نبدأ نحل العجينة بشوي، يعني بكف ايدي، لازم تكون على شكل دائري، يعني ديما نسيسها. هاي ليك. كملهم كامل بهذه الطريقة. لازم نحط الطاجين على النار، لازم يسخن مليح قبل. هنا بعد ما كملتهم نغطيهم ونخليهم يرتاحوا، يعني 21 دقيقة، ربع ساعة. بعد ما سخن الطاجين وارتاحت الكسرة نحطها فيه. هنا نلاحظ المطلوع بدا ينتفخ، نثقبه وبعد ما يطيب من تحت نقلبه. ندير زبدة ولا زيت ندهن بها الكسرة. هاي هنا بعد ما طابت.